السلام عليكم البنات، وش راكم ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيين. وطلت تقوى توبة في فيديو حلو وبنين. اسمحوا لي على التأخير، اسمحوا لي التأخير فوق إرادتي البنات، وكامل اللي راهم يسقسيوا عليا شكرا لكم، شكرا. صراحة الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، فعلا كتجي في الصحة كل حاجة تولي ما عندهاش قيمة، يسقط كلش أمام الصحة، خاصة كي يكون بابا وليدات ورب الأسرة. يكذب عليك اللي يقول لك المرأة تقدر تعيش بلا راجل، ويكذب عليك اللي يقول لك الراجل يقدر يعيش بلا مرأة. هذه هي الدنيا دارها لنا، المرأة تكمل الراجل والراجل يكمل المرأة. تقدري تعيشي صح بصح تعاني بلا الراجل، مع تعاني كثر أنا على بالي، ولكن دور الراجل في البيت والأسرة مهم. على جل هذه ندعيو المولى عز وجل انه يشفي كل مريض، انه يقدرنا يا رب العالمين ويفتح علينا وعليكم العزاز. ما تنساوش ديروا لنا بزاف لايكات وبارطاج للقناه تاعنا باش توصل صداها للبعيد. اللي مازال ما انضمتش الانستغرام تاعهم تقوى توبه راكي مضيعه بزاف، لانه فيها راني حاضره بقوه. ادعوا لي معاكم وندعي لكم معايا، وجبتكم هنايا تشوفوا الفول تاعنا لهذا العام اللي دار لنا الخير والبركه. البنات الرطب ما تقولوش فول، تقولوا جلبانه حلو السكر تنوي عليه يطيب. وما نقولكمش على حشيش الشربه والمعدنوس، وما نقولكمش على البيض. والحمد لله رب العالمين خير كبير، ربي يفتح علينا وعليكم. قولوا امين. نخليكم في محتوى الفيديو البنات، ما تنساوناش اللايك والبارطاج، راح نشارككم بزاف امور ونحن نهضروا بزاف امور. فرجه ممتعه طيبه رائعه للجميع. على فكرة البنات، قبل ما نخليكم في محتوى الفيديو تشوفوا الخير تاع هذا اليوم، عندي لكم فرصة عمل لشركة بزاف راهم يشكروا فيها البنات. ما عليك غير تضغطي على الرابط في أول تعليق وفي صندوق الوصف. جبتكم إنسانة رائعة راهي حابة هي كذلك تنجح وتنجح بزاف نسمعها. إذا الرابط وين تلقايه؟ في أول تعليق وفي صندوق الوصف. على جال هذه الزعمة عزيزتي باش تغيري حياتك للأحسن وتدخلي مصيرفة من دارك مع وليداتك بهاتفك وبمبلغ مالي صغير. ما نقولكمش باطل، نكذب عليكم، لانه باطل ما راح يدير لك والو، ولكن جهد وراس مال صغير وتبداي مشروعك، تتوكلي على ربي وتزعمي على انك تغيري حياتك، على عام ولا عامين تولي انتيا الله يبارك عليك. وكي قلت لكم على عام ولا عامين يعني كل وحده وخدمتها. كاين اللي الله يبارك كيما انا الحمد لله في 8 شهور درت المحال وصلت لي بعيد، وواحده اخرى تقعد عام عامين لانه تخدم بخطى يعني ثقيله، وفي نفس الوقت تجي ثقيله في الفهم تاعها. على جال هذه ننصحكم البنات تفهموا المشروع مليح وتزعموا تدخلوا في المشروع اللي راح نخلي لكم الرابط في اول تعليق وفي صندوق الوصف، وهكذا راح تغيري حياتك للاحسن. انا انتظركم. الرابط في انتظارك سيدتي. ونروح الاول وصفه اللي راح نشارككم اياها، الا وهي وصفه الشربات اللي نورمال مين يجي رمضان نعاود نحط لكم هذه الوصفه، لانه انا الشربات تاعي والحمد لله رب العالمين وصل قرابة 1,000,000 مشاهدة في قناتي، بصح فيه بزاف يعني كما نقولوا احنا مكونات تاع اليوم راح يكون جد بسيط وبزاف بنين. يعني البنة تاعو عالمية صح والله يا البنات، كان تجربوه بهذه الطريقة راح تدعوا لي دعوة خير. هنا حبة بنان ماشي كيلو بنان، حبة بنان نفوتوا ساعنا عصر القارص تاعنا اللي لازم نقيسوا به كاس عصير قارص. حبة بنان من الأحسن تكون هكا البنات، شغل هذاك اللي يكون طايب خلاص اوكي، لأنه عندها طعم مليح في نفس الوقت ترحى لكم في ساعة. نزيدوا لها كاس غير ربع سكر باش ما يجيناش حلو بزاف، ونزيدوا لها كاس غير ربع حليب. تولهوا معايا كاس قارص معصور كامل، كاس غير ربع سكر، كاس غير ربع حليب. حبة بنان تكون طايبة. ضروري البنات نزيدوا لها المنكه تاع البنان اللي فيه المنكه وفيه اللون، يجي مركز رائع. هذا طعم البنان راح يتوازى بزاف مع طعم الشربات. هكذا نرحب بالبراء ضروري باش يعطينا هذاك القوام الخاثر البنات، ويعطيهن على شكل عصير ماشي شربات مايه نو يتشبه للضاناو. شحال دات لي الماء؟ دات لي ريتله ونص، انا هنا درت ريتله ودوك نزيد النص معاكم. نرحب هذا البراء منها يتخلط ومنها يترحى لي البنان ومنها يعطيني هذاك القوام الانسيابي. هذا العصير البنات ولا هذا الشربات نحبكم تجربوا على ضمانتي. شوفوا ما فيش الياوخت، ما فيش طعم المزهر، ما فيش طعم الفانيليا، فقط سكر، نص كاس حليب ولا كاس غير ربع
حبة بنان تكون طيبة وانتي فرحتي وليداتك في عصير شاربات بنان وقارص، بنته تلحق لي 7 جار على ضمانتي البنات. شوفوا قوامه تقولوا داناو، وهو اصلا مش داناو هذا، لانه الداناو لازم يكون فيه نوع من الفاكهه اللي تخثر، مش غير البنان، نستعملوا له حتى الخوخ وحتى المشماش باش يعطينا هذاك القوام الخاثر لهذوك العصائر. هنا زدت انايا 250 مليلتر ما، انتم تقدروا تزيدوا حتى نص لتر البنات، وتتحكموا في القوام تاعو على حسب واش افراد العائله وعلى حسب انت واش تحبي. اذا كان عندك بزاف ديري 2 روات الماء، ولا كانوا عندك افراد كيما تاوعي 6 حتى 7 ريتلا وربع كافيه البنات باش تعطيكم قرابه 3 رواتل شاربات القارص والبنان. هذه الوصفة البنات تعتبر إدمان فوق طاولة شهر رمضان الكريم، وكل واحدة جربتها دعت لي دعوة خير، وإحنا كنا خدمناها بالياوخت بالفانيليا بالمزهر، لأجل هذا تاع اليوم جد اقتصادية وبزاف فاني كذلك عندها نتيجة رائعة. قوامها رائع البنات، نحبكم كامل تجربوها اللي راكم تتبعوا فيا في اليوتيوب. اللي مازال ما عرفتش باليوم تقوى توبة راهي أكتيف في الانستغرام، إذا من الأحسن إنك تدخلي لاباج تاعنا تقوى توبة، وفماك راح تكوني حاضرة معايا يوميا في اليوتيوب، راح نغيب عليكم وبزاف واستسمحكم لانه مشغوله ياسر. ثاني وصفه راح نديرها معاكم هنايا، هذه النهار اللي كنت انا بعد صورت معاكم كيما حبطت التيو بيبي كيما وريت لكم واش يسموه الحشيش الشوربه وكلش كيما بدينا به بعد الفيديو. بزاف تسلك النساء العاملات اللي هما لي كراب صالي البنات، طيبيهم في الدقائق الاخيره، يعني خلطي لاباط تاعك وزيدي خدمي لا فاخس عمري وحطي فوق الطاوله رائعين. انا حنقول لكم المكونات تاعهم ويبقى لك انتيا تحبي تجربي تحبي لا. فيها كاس ماء كاس حليب، وقوامها يجي خاثر في كاس ماء وكاس حليب، على جال هذه احسن شيء. ديروا 2 كيسان ماء وكاس حليب، زيدوا له البنات حبه بيض، زيدوا له 2 مغارف زيت زيتون في الاخير طبعا، شويه ملح شويه فلفل اسود شويه سكر، وديروا له معدنوس مجفف و2 كيسان فرينه. خلطوهم بالفوي برك خلوهم يريحوا، روحوا نخدموا لافرصه تاعنا اللي راح نديروها صدر دجاج بصل معدنوس ولي زيبيس تاع الدجاج. في الاخير نزيدوا لها مغرف تاع من وش يسموه تاع الفرماج باش يعطينا الحشوه تاعنا تجينا شغل كريميه. اوكي انا هنا ما راحش ندير لهم لا بيشاميل من الفوق لا فرماج ونطبعهم في الكوشه، لا، على جال هذه قلت لكم تسلك بزاف النساء العاملات. كيما انا بعد دخلت الطاردي من المزرعه مع الفول والحشي الشوربه وكلش، سما هذو هما اللي يسلكوني كمملحات رافقتهم للشوربه. اوكي نخلطوا البصله تاعنا مليح ندبلوها مع صدر دجاج، ونزيدوا لها كيما قلت لكم الكميه تاع المعدنوس والكميه تاع من تاع لي زيبيس تاع من تاع الدجاج. ويبقى عليكم انتم احرار لي زيبيس اللي تحبوا تستعملوهم، حاولوا فقط انه ديروا لي زيبيس اللي يتواتاو مع الدجاج، يعني كاين لي زيبيس يجيو وكاين لي زيبيس اللي لا. نخلطوا البنات وفي الاخير نضيفوا 2 معالق تاع من تاع الفرماج اللي يكون كريمي. عندكم فرماج رابي ديروه، انا تعمدت ندير الكريمي لانه ما يبانش باللي درته، على جال وليدي كي ياكل معنا ما يحبش الفرماج الكبير تاعي. الكميه تاع الملح ضروريه نخليه يبرد الحشوه نهائيا، وفي هذاك الوقت اللي تروح تبرد الحشوه نبداو احنا نطيبوا لي كراب صالي تابعنا. سهله البنات هذه الوصفه وتسهل عليك في نفس الوقت تريحك، يعني مش هذيك اللي طيبوها كما قلت لكم وترجعوها في الفرن، نو نديروها بحال لي ساندويتش تاع الشاورما. احسن شيء نخليوها تبرد نهائيا باش ما تقطعناش لي كريبس تاعنا. اوكي هذوك الاثناء نروحوا نطيبوهم عاديا، يطيبوا عاديا، ولكن احسن شيء لانهم صالي البنات ولانه ما فيهمش الكميه تاع البيض بزاف كما شفتوا فيهم غير حبه نعاود لكم حبه كاس حليب 2 كيسان ما من الاحسن و2 كيسان فرينه معدنوس مجفف 2 مغارف زيت ملح وشويه سكر، وزيدوا لها كذلك شويه فلفل اسود. هنا البنات كي يكونوا طيبوا فيهم طيبوهم مليح، اوكي ضغطوا عليهم باش يطيبوا باش ما تحسيش راكي تاكلي في عجينه. طيبيهم وخليهم يريحوا، ومن بعد بدا يعمرك يلحق وقت الفطور عمريهم وديرهم في البانينوس كيما الشاورما، عمريهم بصدر الدجاج تاعك، زيدي ديري لهم فرماج. تقدروا البنات حتى تعمروهم هكا بكاشير بيض مقلي، يعني ماشي شرط تقيدوا باش انا عمرتهم، كاين اللي عمرهم بالطون كاين اللي عمرهم بالكفته،
كل واحد على حسب مش متواجد عنده. نعاود نقول لكم طيبوهم مليح باش ما تحسيش روحك راكي تاكلي في عجينه. كثالث وصفه راح نشارككم اياها اللي هي الفلون تاع الكريم كراميل اللي دار ضجه في داري. هذه الوصفه انا ما نبدلهاش، مقاديرها مضبوطه ونتيجتها عالميه البنات. هنا درت كاس سكر كامل، علاش؟ لاني عندي زوج ليمون اللي راح ندير فيهم وش يسموه الفلون كراميل تاعي. هذاك الكاس لازم نخليه يتكرمل لي مليح. اوكي، لو كان ما راحش ديري زوج تسمى نص كاس ديريه يتكرمل، والنص الاخر ديريه داخل مع البيض. كاس كامل يتكرمل باش يجيني مشرب كي نقلبو ما يجينيش ناشف الكراميل الفلوم الكراميل تاعي. ضروري نمشيوها مليح البنات في ليمون اللي راح نديروهم يطيبوا، ونخلوه حتى يحكم راسه. ديجا هو في ساعة يحكم، هذا هو سكر، في ساعة دوك يحكم راسه حتى يولي يتكسر. نخلوه يحكم راسه ونروحوا نطيبوا نخدموا المزيج الثاني اللي هو مزيج بين حليب وبيض وسكر وفانيليا. البيض شحال تديلكم في المول الواحد؟ في المول الواحد تديلكم نص ريتلو حليب. شحال من حبة بيض؟ من 4 حتى ل5. انا علاش درت 6 وخاطرات ندير 7 لانه البيض تاعي صغير. إذا كان كبير 4 حتى ل5 كافي البنات في نص ريتلة حليب. نخلو الحليب تاعنا يسخن، مش يغلي، يسخن مع القشور تاع التشينه ينكه لي الحليب تاعي. علاش نخليه يسخن؟ باش كي نديرو للبيض يوصل للقوام اللي كي نديرو يطيب لي في ساعة، ما يبطاليش البنات. مع ندير له الماء يسخن يعني ما يحكمليش بزاف في الفرن. الكميه تاع البيضه هنا راكم تشوفوا 3 و3 6 لانهم البيض تاعي صغير حتى المتوسط. اذا كان كبير 4 حتى ل5 كافيين. لا فانيلا ضروريه باش تروح لنا الريحه والزفوره تاع البيض. شوفوا نص كاس سكر ما درتوش انا كامل لانه على بالي يجي حلو ويقهم، ما نحبوش انا حلو ياسر. لا بيسكا تاع الصال يعني شويه ملح، ونديروا نص كاس تاع السكر اللي النص الاخر درناه يتكرمل كما قلت لكم، ونديروا الزز تاع التشينه يتواتى بزاف مع الفلوم تاع البيض يجي رائع والنكهه تاعو تعبق في كامل الدار. نخلط باش بالفوي برك. اوكي، بالفوي لا برا لا والو، غير بالفوي. ونجيب الحليب تاعي من هي نزيدو لهذا الخليط، نجيب هذا الحليب نزيدو لهذا الخليط نخلطه فاني كذلك مليح. وضروري المرحله تاع نصفيه. اوكي، لانه كي ما نخلطوش بالبرا تقدري تلقي يعني هذاك البيض يعني مازال فيه الخيوط وكلش. اوكي، انا لاني درت معكم زوجه راح نوريكم نفس الطريقه في المول الثاني، نفس الكميه نفس الطريقه. وشنو فقط نعاودوا نصفيوه البنات في المول تاعنا، نغطيو بالبابي الومنيوم ونديروا الماء ساخن باش يؤدي انه يخلي لنا يطيب الفلون كريم كراميل تاعنا في مده قصيره. مده قصيره شحال؟ يعني 45 دقيقه حتى لساعه. انا عندي زوج ليمون. وراح نشارككم هنايا فطوري لهذا اليوم اللي راح ندير شوربه حوت، درتها مره بركي كان خويا ولانه ولادي يحبوها يموتوا عليها. ايوا فضلت نديرها هي حتى يخلص رمضان، راح نديرها هي ونزيد نعاود ندير مره فريك واحد اخر وندير الفرميسال. يحبوا فاني الفرميسال ولادي. هنا درت كامل المكونات اللي كنت سبقت وشاركتكم اياها. واش درنا جزر، بصل، بويرو، معدنوس، كرافس، سنتين ثوم، حبه طماطم. ونبداو نديرو في لي زيبيس تاع شوربه الحوت تاعنا اللي هو كركم، فلفل اسود، راس الحانوت وشويه كمون، طبعا شويه سكنجبير. ونمرق بالماء السخون من الأحسن. ما تنسوش المغرف تاع الفرينة اللي يعطيها قوام مليح. أنا هنا نسيت المغرف تاع الفرينة، ما نكذبش عليكم نسيته نهائيا. على جال هذه اضطرني إنه ما نديرهاش، بصح بالفرينة حيكون قوامها خير. الفرينة تندار كي نكونوا نحمسوا باش نطيبوها الفرينة تاعنا، وبعد كي نرحوها يا نحبوا نزيدوا لها الفرميسال يا خلوها هكاك مع الحوت وتجي قوامها رائع. طبعا الملح البنات، ونزيد شويه طماطي فريتو، نزيد نعاود نحمس شويه هكا، نحمس يعني مده معتبره البنات باش لاصوب تاع الحوت تاعنا تجيني بنينه، ونمرقها بالمسخون. هذو الوصفات كامل كل درتهم البنات وما قدرتش نشارككم اياهم، اسمحوا لي لانه راني مشغوله ياسر ومن رمضان راح تعرفوا بزاف امور. يا ربي يفتح علينا وعليكم ان شاء الله. ولا راني مليحه راني نطلع فيديو معكم مع الزعيم كما شفتوا راه مع لي زانانيس وكلش. ربي يقدرنا ويقدركم. المهم البنات نمرق على الكوكوطه تاعي، نديرها لهيه ونخليها حتى تغلي وطيب الخضره تاعي باش نرحيها. كيما اليوم شفتوا ما درتلهاش غاز، درتها الدجاج.
اوكي، وتجي لبس بها. انا صدرت على الدجاج نزيدو كي يكون عندي، كي يكون ما كاش ما نديروش، يعني كافيه غير بفواكه البحر. هنا درت الكميه تاع الثوم اللي راح نديرو تقليه تاع فواكه البحر، الكميه تاع الثوم نتاعنا، ونبداو نضيفو في فواكه البحر بالتدريج. هنا درت الكالامار والانياس دي بوتاس اللي هي كيما الكالامار وشنو تتقطع مربعات، والكريفات تاعنا الكميه تاع الفلفل الاسود، الكميه تاع الزيبيس اللي هو الكركم، شويه سكنجبير وشويه كمون، وفي الاخير نضيف لها شويه عكري مش بزاف، غير شويه البنات. وهذاك ضروري انا بالنسبه لي. العصره تاع القارص والكميه تاع المعدنوس، الكميه تاع الملح كذلك. نخليها تطلق لي لا صلصه، ما نتقلقلهاش هذيك لا صلصه بعد ما نرحي نضيفها. اوكي البنات، والعصره تاع القارص ضيفوها في الاخير. هكذا التقليه تاعي راهي طابت، مش طابت بصح تحمست مليح باش تعطيني البنه. كي نرحي نضيفها، نخليها تدي الغلوه، نرمي لها شويه فيرميسل ونطفي عليها، والشوربه تاعنا وجدت. حنا قلت لكم لازم نضيف لها شويه عكري مش بزاف، غير شويه. هنا لهذا اليوم كذلك انا درت شوربه حوت، ودرت كذلك ميني بيتزا بصح بعجينة السميد. يجي نهار إن شاء الله ونشارككم إياه. هذه الوصفة سميد فقط، ما فيهاش الفرينة البنات كما راكم تشوفوا اللون تاعها أو باين، وفي نفس الوقت القوام تاعها تكون حاكمة راسها. خليني نبدأ نطلقها البنات غير بالكمية تاع الزيت، ولكن كنت حابة نديرها يعني بلاطو هكا جراندي ويعني ونقسمها. درت انا الوالده هذه الوصفه، ولكن من بعد في الاخير لا، درتهم ديميني هكا صغيورين، لانه ما درت لهاش التكتوكه اللي درت انا، لانه الوالده هذه الوصفه تاع عجينه غير سميد وحدها وندخلوا لها الزيت وندلكوها، مدايرتها بالتكتوكه، يعني التكتوكه تاع الطرشي والصوالح، ما دايرتهاش بلاصوص طوماط العاديه. هذيك تاع الفرينه دايرينها بلاصوص طوماط العاديه، وهذه دايرينها بالتكتوكه. شفتوه البنات ما دلكتهاش بزاف، غير شويه هكا، ونروح نعاود نولي ليها لانه عندي الوقت. قلت خلي خدمتها مقبل وخليتها تريح، نروح نخدم صوالح ونعاود نولي ليها قد ما نخليها ترتاح، قد ما تساعدني في الدليك. نخليها ترتاح ونكسرها ونديرها ديبول ونطيبها البنات كما قلت لكم ديميني هكا بالفرماج. الشوربه تاع الحوت تاعنا وجدت الحمد لله رب العالمين، قوامها رائع، وليداتي ما يخلوا منها والو، يعني ناكل منها نهار ونزيد ناكل منها اليوم الثاني، ما تفضليش، تفضل لي غير اليوم الثاني. لي بيتزا تاعنا راهم وجدوا. هنا كنت انا يا فاني رحت وش يسموه للمزرعه، وعاودت وليت لهذا اليوم. على جال هذه راني نقول لكم راني نزرب اليوم اللي شاركتكم فيه الوصفه تاع الكراب، فاني هذاك النهار كنت في المزرعه، عاود جيت لهذا اليوم زدت كنت في المزرعه. والايام القادمه ان شاء الله حنوري لكم بزاف فيديوهات. درت فاني الديول كان عندي من يوم سابق، درت فيه تاع البطاطا والحمد لله رب العالمين. هنا نوري لكم قوام الفلون والشكل تاعو رائع البنات، يستاهل فمكم، يعني افضل تحليه بدون منازع، خاصه للام المرضعه، خاصه للوليدات اللي ما ياكلوش البيض. انا عندي توبه ما تاكليش البيض مغلي، وما تاكلهوليش هكا مقلي، تاكلولي شويه اومليت، شويه مش بزاف، بصح في هذا تاكل نصها. تهلاو لي في راسكم.